تفتكروا الأغنية دي كانت غنى حب ولا نداء للناس اللي فقدوا بيوتهم وأرضهم؟ الناس فاكرة إنها أغنية رومانسية وخلاص، لكن الحقيقة إنها واحدة من أعمق أغاني الفولكلور النوبي الحديث. تعال نلضم أسامينا الفل جنب الياسمينة. عصرت قلبي الجواني على التراب الأسواني، رجع يا نوب عنواني. الحكاية بدأت بعد ما اتبنى السد العالي في الستينات. النوبيين اتهجروا من ضفاف النيل القديم وتنقلوا لقرى بعيدة. الخال أحمد منيب ابن النوبة الحقيقي كان وقتها شاب بيسمع أنين أهله وأصحابه اللي اضطروا يسيبوا البيوت اللي ولدتهم. منيب قرر يحول وجع التهجير لحنين دافي، فطلع اللحن ده بسيط عذب كأنه موال قارب راجع للنيل. وجه الشاعر محمد حمزة وكتب كلمات كلها رموز. الفل والياسمين هنا مش بس زهور، دي بيوت وأسماء وذكريات كانوا بيحاولوا يلضموها تاني. محمد منير لما غناها لأول مرة مع منيب، الأغنية بقت كأنها رسالة حب من أهل النوبة لبعض وللأرض اللي ضاعت منهم. وبعد سنين عايدة الأيوبي عادت غناها بصوتها الحالم وخلت أجيال جديدة تحبها من غير ما نعرف الحكاية الأصلية. تعال نلضم أسامينا مش بس كلمتين حلوين، دي محاولة نربط الحاضر بالماضي، نحيي ذكريات القرى اللي غرقت تحت المية. يمكن علشان كده الأغنية دي عايشة لحد النهاردة، لأنها اتولدت من حب وحنين مش بيموت.